السلام عليكم. النهارده الفيلم حاجه جديده وان شاء الله تكون مفيده. الحاجات دي كلها اتعلمتها انا عن طريق الشغل اللي انا شغال فيه. فالنهارده هوريكم ازاي لو جالك مثلا انا بيجيلي هنا في الشغل مثلا بيقول لي يا اسلام الكمبيوتر مش شغال، مفيش نت. طبعا انت عارف الفيشه ولا الوصله بتحط فيها السلك اللي بيبقى شكله زي كده، الوصل دي في الحيطه واخره بيخش في الكمبيوتر طبعا ويشتغل. طيب لو البتاع اللي في الحيطه دي مش شغاله بيبقى شكله زي كده، ده مش شغال. بتعمل ايه بقى؟ باجي الاوضه دي بتاعت اللي فيها السويتش والراوتر وحاجات النت كلها موجوده هنا. فانا جيت للاوضه دي عشان فيها نوعين من الاسلاك. عندك النوع الاول اللي هو ده بيسموه 110. ليه 110 يعني 110؟ لان في 10 سنان جوه هنا. ده بيخش في دول زي كده. مثلا جرب، يعني مثلا شايف دي خش هنا تسمع طق ادي راكب، شايف كده اتوصل. ده النوع القديم. طيب الجديد فين؟ الجديد يا صاحبي بيشتغل في النوع ده اللي هو RJ45 RJ45. ده اللي بتستعمله الشركات وكل العالم يعني دلوقتي اللي هو RJ45. طيب السويتش والراوتر بيشتغلوا ازاي؟ عندك سويتش الجهاز الكبير وعندك بليتس يعني نقول المسطره الاولى، المسطره الثانيه، الثالثه والرابعه والخامسه والسته والسبعه والثمانيه والتسعه. كل مسطره فيها بتاع 48 بورت. ماشي؟ خليني اوريك، احسن اوريك. طيب كل ده طبعا انا غطيت عشان ما ينفعش اوريكم الحاجات دي. ده السويتش، ده الجهاز على النت. عندك هنا دي البطاريات اسمها UPS باتري. دي بتشحن ده لو الكهرباء قطعت في المستشفى كلها ده يبقى شغال. فهو عندك 1 2 3 4 مشغلين الجهاز ده كله. طيب ده السويتش. فالسويتش بيشتغل ازاي؟ زي ما قلت لك عندك كذا مسطره. عندك السويتش اهو، عندك 1 2 3 4. فمعنى صح كده عندك 1 2 3 4 5 و6 7 8 و9 و10 اهو لحد تحت. فكل بليت فيها 48 خانة. ماشي؟ فمثلا لو لك الوال جاك ده قال لك 6 نقول مثلا نقول لك 6 ولا 7 7-5. هتروح على البلاي 7 وتشوف البورت رقم 5 اللي هو ده وتروح مركبه وتروح طالع بقى هنا تاني ورايح على الراوتر هنا. فهمت؟ فده الشغل. في عندك بانل A وبانل B وبانل C. يعني عندك المسطره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد كده عندك البانلز اللي هي بانل A بانل 2 B and C. وعندك ارقام وعندك هنا احرفه. ماشي؟ فده بقى الفرق بين ال 110 وال RJ45. ايه رأيك؟ فانا كل يوم بقى بيجيني ريكوست في الشغل هنا، مرات يقول لي اسلام النت مش شغال، فترش من الكمبيوتر طبعا وتعمل له بينج
تفتح السي ام دي كمان بروم، تكتب بينج PING، بعد كده تعمل سبيس، بعد تكتب الماشين ولا الجهاز انت عايز تعمل له تشوف لو في نت ولا لا، تكتبه هناك تعمل انتر، بيجيب لك بقى لو في اي بي ادرس ولا ما فيش اي بي ادرس. طبعا الموضوع الفيلم ده ممكن يطول وياخد مده طويله، بس لو عجبكم انا ممكن احاول اعمل لكم يعني الديتيلز بس يعني احسن من كده. وريني ايه رايك لو عجبك ولا ما عجبكش. فدي حياتي ودي النتورك IT كلاسيك بتاعتنا احنا هنا في المستشفى. يلا مع السلامه.